تاريخ الإسعاف المصري بدأ هنا، بدأ في اسكندرية. اسكندرية بكل الخصائص الحلوة بتاعتها خلت اسكندرية مطمع للأجانب، مطمع للجاليات. هذه الجاليات كانت بتعتمد على كل مجموعة مع بعض حلف. في 1866 اتولد فيه بيترو فيزاي الإيطالي، صاحب فكرة إنشاء جمعية الإسعاف المختلطة سنة 1902. جه وباء الكوليرا، ودي كانت الفكرة. كان بيترو فيزاي مع الدكتور ليتس الإيطالي، وده كان من أشهر الدكاترة اللي موجودين على فكرة. والراجل ده الدكتور ليتس ده أنا بعتبره هو مش بيترو فيزاي بس أو الدكتور ليتس الإيطالي، إن هما الاتنين دولت اللي عملوا تأسيس لهذا الإسعاف اللي موجود حاليا. لما انتشر وباء الكوليرا في سنة 1902 ظهرت فكرة ان نداء في كل الجرايد قال ان احنا عايزين دعا فيها كل الجاليات ان انا عايز اعمل حاجة سامية، حاجة هدفها المصابين والمرضى في اسكندرية. كل الجاليات دي عايزين يعملوا حاجة اسمها إسعاف. كان هدفها حاجتين: نجيب ناس متطوعين والخدمة بالمجان. سنة 1902 قعدت لفترة حوالي 8 سنين. 8 سنين دولت ما كانش فيه مصري واحد داخل مجلس إدارة هذه الجمعية. المصريين دخلوا امتى؟ المصريين دخلوا بعد 6 سنين، سنة 1908. أول رئيس مصري للجمعية كان محمد ياكن باشا 1914. في 1915 كان أول محافظ اسكندرية أحمد زيور باشا كان الرئيس القانوني لجمعية الإسعاف المختلطة. المبنى صممه فيروتشي المهندس الإيطالي مهندس القصور الملكية بالتعاون مع الجمعية ومع الدكتور ليتس، وافتتح أواخر سنة 27 أوائل سنة 28. يعني احنا بنتكلم في المبنى ده بقالنا 90 سنة بالظبط، 90 سنة من الحضارة والتاريخ والعراقة في هذا المكان. مجالس الإدارة بتاعت الجمعيات لما جت عملت رخامة بكل الناس عشان يفتكروا التاريخ. كل واحد بره، كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، كل الأعضاء الفخريين، كل الناس حطوا اسمهم على الرخام جنبه الرقم حتى اللي هو اتبرع بيه. في ناس جت عشان تعرف تشوف اسم جدها موجود على الرخامة. بعد 24 أو بعد افتتاح المبنى في 27 بدأ تمصير الإسعاف إن الأجانب خلاص هيبدأ يقدروا يتقلص بعد سنة 1930. حضرتك هتشوفي عربية تبرع بيها الخديوي لإسعاف اسكندرية للجمعية موجودة في المتحف حاليا، مكتوبة إهداء من الخديوي. دي كانت سنة 1908. العربية دي فيها نقالة جوه، فيها سرير جوه موجود. السرير ده كان بيتحط عليه المريض وكان بيجروا عربيتين اتنين من الخيول وبيسوقها 2 مع بعض، ما كانش واحد، عشان واحد بيسوق والتاني كان بيسعف
الحالات جوه. وسنه 1902 كانت عباره عن نقاله، النقاله دي بيشيلوها ناس يعني متطوعين كانوا بيشيلوها وبيمشوا بيها، نقاله بتتشال تمشي تاخد المصاب او المريض تطلع بيه على المستشفى. بعد كده نقلنا النقله الثانيه الدراجه او العجله، بعد كده نقلنا على الدراجه البخاريه الموتوسيكل، بعد كده نقلنا على العربيات، والعربيات ان بدات العربيات فعلا تيجي ويبقى في عندنا اول 10 عربيات سنه 28 كان موجود 10 عربيات موجودين اسعاف بيخدموا الناس. عم السيد احد الجنود، هو انا بعتبره جنود معلومين، يعني الراجل عنده 86 سنه وبقاله 26 سنه طالع معاش، هو ده اللي متولي هذا الموضوع، يعني متولي المبنى، متولي المتحف، متولي العربيات بيمسحها وينظفها ويحافظ عليها وكل شويه يهوي التهويه بتاعه المكان. ده احد الناس اللي عصرت التطور من سنه 50 واحنا جايين. للاسف احنا مش فاتحينه للجمهور لان المكان ضيق اللي هو موجود فيه، ويعني ان شاء الله في الخطه اللي جايه او هنعمل كده مشروع ان احنا يبقى موجود للناس عشان تيجي تزورنا فيه ان شاء الله باذن الله.